رمضان كريم. وحوي 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 رحت يا تعبان وحوينا الضربة يا رمضان وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان بالدار خيرك أشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان. ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قولوا يا رب. عايزه اقول لكم قبل ما نبدا حطوا لي لايك يا بنات، والبنات اللي لسه جديده او الناس اللي لسه داخله معايا القناه جديد تشترك في القناه وتفعل الجرس وتختار الكل عشان لما اي فيديو ينزل يوصل لكم على طول. عايزه يا بنات تشجيعات كتير الفتره ديت، لان بجد فعلا مش عارفه انتوا نايمين ليه. ماشي، يلا بينا نبدا. بصوا بقى، في فيديو ناس اول ما تشوف العنوان بتاع الفيديو يقولوا تجهيزات تنظيفات رمضان. ايه، احنا عارفين ان في تجهيزات لرمضان، في تفريزات لرمضان، انما تنظيفات من دلوقتي؟ عايزه اقول لكم ايوه هننضف من دلوقتي. انا واحده من الناس بقتنع ان تنظيفات زي تنظيفات المطبخ دي مهمه جدا 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 قبل ما تدخل على اي مناسبه، حتى لو مش على اي مناسبه او اي حاجه، بس انت بتكوني مرتاحه، ضميرك ونفسيتك بتبقى مرتاحه كده، وسلامك النفسي بيبقى جميل جدا لما تلاقي الالمونيا بتاعتك والمطبخ بتاعك بينور كده. حتى لو انت متجوزه بقالك كام سنه وبتستعملي نفس الصينيه الميلامين بتاعتك دي وتنضفيها زي ما انا بنضفها او بالطريقه المعينه ديت، هتلاقي حاجتك لسه جديده بتنور، مش هتيجي تتضايقي منها ده انا بقالي كام سنه وحاجتي ادمت وحاجتي شكلها باظ. مفيش الكلام ده. الحاجه بتقعد كام سنه عادي، بس نستعملها بطريقه حلوه جدا وننضفها بطريقه حلوه هتفضل معانا العمر كله. انا واحده من الناس مقتنعه جدا جدا ان انت نظافتك ما بتكملش غير بتنظيف الالمونيا بتاعتك. لو انت بيرفكت في النظافه والالمونيا بتاعتك صفراء، انا بتضايق من الموضوع ده خالص وما بقتنعش بالنظافه دي نهائي. ممكن تكوني مثلا شقتك مش نظيفه النهارده او مش متروقه النهارده، العيال لعبوا وكركبوا الدنيا ومثلا مش عارفه بهدلوا السرير بتاعك، قعدوا يتنططوا عليه، لموا بهدلوا اللعب بتاعتهم في كل مكان في الشقه، خدوا قعدوا يرسموا قعدوا يلونوا ويذاكروا، بس الالمونيا بتاعتك بتنور. انا مقتنعه وبحب كده. انا احب كده، طالما الالمونيا بتاعتك بتنور يبقى انت شقتك حلوه في كل حاجه. ممكن تكون مثلا الكركبه او البهدله دي فتره معينه وهتتعدل، انما ان انت مروقه الشقه ومواعينك صفرة، بلاش سودا من بره او متحروقه، لا صفرة، انا مقتنعش بكده خالص. عشان كده بصوا على الكنكه اللي على الشمال ديت لونها مصفر شويه، والطباق اللي هي البلاستيك ديت مسبغه او اللون فيها عامل شويه مبقعه شويه. عايزه اقول لكم ان الطباق اللي هي المثلثه او اللي هي الزرقاء ديت لونها بيتغير من اقل حاجه، مش اللون بيتغير، لا هو اللون بيفضل ثابت زي ما هو، بس مثلا لو حطيت فيه جرجير والجرجير قعد مثلا في الطبق ده يوم ولا حاجه وعمل ميه، الميه الطبق بيبقى لونه اخضر. حطيت بانيه فيه والبانيه مثلا فيه نسبه كركم او اي حاجه فيها كركم او صفرة، بلاقي ان الطبق دي بقى لونها اصفر. فبحس ان الطبق مع الاستعمال بقت شكلها وحش جدا جدا وممكن تترمي. خلاص انت نفسك بتصدق عليها وبنرجع ونقول حاجتنا ادمت وحاجتنا باظت واحنا بقالنا كام سنه وعايزين نجدد وعايزين نحدث. لا خالص. انا بالنسبه لي بستعمل حاجه معينه في المطبخ بتاعتي بتساعدني على طول. يعني انت لو انت لسه جديده في المطبخ، خلاص شوفي ايه اللي هيساعدك في شغل البيت يبقى حلو معاكي وايدك اليمين ومن رشه واحده بينضف لي الدنيا، خلاص استعمليه على طول مهما كان بقى غالي او رخيص. مش تسترخصي ومش تستغلي في حاجات سعرها هاديه، حاجات زي المستر شاهين ده سعره 10 جنيه بس. عايزه اقول لكم انا ما بيخلصش من عندي نهائي، قبل ما الازازه تخلص انا بكون شاريه غيرها. خلاص برش الرشه على الطبق ده وبسيبه دقيقه واحده بس بالسلكه بتاعتي، بلاقيه بيرجع جديد بالظبط بنفس اللمعه وما فيهوش بهتان ولا في بقع ولا الكلام ده خالص. كذلك الالمونيا بتاعتي برش الرشه عليه هي دقيقه واحده بس، ما بكترش علشان ما تطوطش الالمونيا. وحاجه كمان ممكن لو مش شطفتيه كويس هتلاقي النقط بتاعه المستر شاهين اثرت عليها، احنا مش عايزين كده خالص. هنرش رشه بس بدقيقه واحده كده وبالسلكه ودعكي، مش بتضغطي جامد، لا انت بتدعكي بتلاقي الدنيا لمعت معاكي وبقت جميله. انا برتاح
جدا جدا لما الالومنيا بتاعتي تبقى بتلمع كده. انما لو صفرة او باهتة بتضايق، مش برتاح في المطبخ. يعني حتى لو المطبخ بتاعي ما فيهوش غلطة ونضيف، لا انا مش مرتاح، في حاجة غلط. فحتى بصي، يعني داخله علينا مناسبه زي رمضان وناس جايالك، ايا كان درجه القرابه بتاعتهم جايلك، ان كانت مامتك ولا حماتك ايا كان مين اللي هيدخل عندك المطبخ يساعدك، مش هتكوني واقفه مرتاحه لما تلاقي الالمونيا بتاعتك بتنور كده وهتلاقي حاجتك جميله كده؟ ولو الالمونيا بتاعتك صفرة مش هتكوني واقفه متضايقه ومقلقله؟ حتى عارفه لو الالمونيا بتاعت الناس اللي جايلك ديت مسوده ومتحروقه من بره، لا هيعيبوا عليكي انت، هيقولك انت حاجتها مش نظيفه، انت ما بتدعكش الالمونيا بتاعتها. ماشي. انا واحده من الناس ما بعرفش ادعك جامد، ايديا ما بتتملكش في الحاجه، ما بعرفش اضغط عليها جامد. ممكن اغسل الحله في يوم في بضمير، حله واحده بس، وبقيت المواعين اروح جايه شاطفها كده بالسلكه وخلاص. انما ادعك واخليها تلمع، هي حله واحده في اليوم، كل يومين اعمل لي حاجه. انت اعملي كده برضو كل يومين، طلعي حاجه ودعكيها كويس جدا بالالمونيا دعكيها كويس جدا. ان كان بقى اي سائل تنظيف بتاعك، مستر شاهين، فلاش، اي حاجه انت بتستعمليها استعمليها. انا بالنسبه لي ما جربتش غير مستر شاهين، مش هجرب غيره. جبت في مره باور كان مش عارفه ب25، وجبت الفلاش تقريبا كان ب30، ما اقتنعتش بيهم نهائي. مستر شاهين ب10 جنيه، حاجه بسيطه وبتنضف لي الدنيا وبتخلي الدنيا عندي بتلمع. الصواني الميلامين وبالذات صواني الشاي يا بنات، ممكن يقع منها نقطة شاي، اي حاجة، الحاجات الشاي دي بتسبخ فيها، فتلاقي لو كانت بيضة لونها سمني كده، لونها بيج، لونها خلاص طفى. فهنقول احنا متجوزين من زمان وحاجتنا باظت؟ لا عادي جدا، هجيب المستر شاهين رشتين وهدعكها ان كانت السلك المعدن او الفرشه بتاعتي، وهلاقي الدنيا بقت فله وجميله معايا جدا جدا، وحاجتي لسه جديده ونظيفه. يدخل المطبخ بتاعي يستعمل حاجتي يلاقيها حاجه باشا كده، اكون واقفه كده وانا مبسوطه وكل فخر. اللي عايز يفتح يفتح في المطبخ، انا جاهزه، انا حاجتي حلوه، صح؟ على عكس بقى ان انتي الالمونيا بتاعتك مثلا مطوسه او لونها باهت شويه او لونها مصفر، هتلاقي بقيت طرف المطبخ بتاعتك مش متنضفه ومش مترتبه. لكن لو حاجتك بتلمع وشياكه، هتلاقي حاجتك كل المطبخ بتاعك بيتكلم عن نفسه، هتلاقي كله نظيف، فهتكوني مرتاحه. حتى عشان سلامك الداخلي، لما تكون حاجتك نظيفه انت هتكوني في استقرار وهدوء نفسي، تعرفي تتعاملي مع اهل بيتك، مش تكون في عصبيه ولا ضيقه ولا الكلام ده كله. حاجه كمان يا بنات، انا جالي كومنت قال لي انا بحب اتفرج على غسيل المواعين معاكي. انا واحده من الناس ما بحبش اللي هي الرغاوي الكتير والافوار الكتير، انا ما اقتنعش بيها. انت تستعملي رغاوي كتير، هتستعملي صابون كتير، هتستعملي ميه كتير، يبقى الاقيه ونقعد بقى ندعك في المواعين شويه علشان الصابون ده ينزل. لا، ما انت لو حطيتي كميه الصابون صغيرين على شويه ميه، هي نضف الدنيا معاكي وهتبقى الدنيا تمام. مش محتاجين ان احنا نغرق الدنيا رغاوي ملهاش لازمه بنات، واصلا حرام. فانتي حبه صابون، حاجه بسيطه كده وهتمشيلك الدنيا وخلاص. عايزه اقول لكم، انا واحده قالت لي اغسلي المواعين بتاعتك وما تناميش وهي مش نظيفه، حتى لو هتشطفيهم بشويه ميه، المهم ما تناميش ومواعينك في الحوض. لو هتشطفيهم بشويه ميه وتحطيهم في المطبخ، خلاص احسن من ان انت تسيبيهم في الحوض. ازاي اشوفهم بشويه ميه بس من غير صابون؟ قالت لي بكره انت مش هتسيبيهم وهتهاجري، انت تستعمليهم تاني. بكره لو مثلا خدتي طبق بتاع سلطه او خدتي طبق اكلته فيه فاكهه وشطفتيه وعينتيه، بكره انا هاخد الطبق ده وهستعمله، ان كان في رز، ان كان في سمك، ان كان في لحمه، هتلاقي هو زيت او هو خلاص بقى متزفر، ان كان من السمك او من اللحمه، فهتضطري تغسليه بالصابون. انت مش هتهاجري هتسيبيه بقى كل يوم بميه بميه، لا ده هو مثلا اليوم ده يوم هتنامي، انما مش انت تسيبي تنامي وتخشي مثلا تسيبي الحاجه مع المواعين مرصوصه في الحوض مش متنضفه. بصراحه انا يعني ساعات بعمل بالحاجه ديت لما اكون مثلا تعبانه او جايه من دروس وقت يوم متعب او مرهق، لا شربنا مثلا كوبايتين شاي ممكن اشطفها، وبكره لا لازم تتصبن، استعمل لها تاني لازم تتصبن. حد غريب لازم تتصبن، اولاد شربوا مثلا وكلوا حاجه، لا لازم تتصبن خلاص. واحده قالت لي انا بحب اتفرج على الغسيل المواعين معاكي لانك بشوفك مثلا بتنضفي ايه بطريقه ايه، يعني مثلا بتغسلي الخلاط بتاعك، بتغسلي الصينيه بتاعتك بالطريقه المعينه، او الشفشق الخلاط بتاعك بطريقه معينه، الحاجات دي بتعجبني. فهل فعلا كلكم كده ولا مثلا كام شخص بس كده؟ فانا عايزاكم كلكم تكتبوا لي في الكومنتات، تحبوا فقره غسيل المواعين معايا ولا لا عادي يعني ما فيهاش افاده؟ طيب
دلوقتي انا مش في مقدرتي اجيب الفرش ديت. انا الفرش دي كنت جايباها التلاتة ب10، دلوقتي بقى ب20 جنيه وب15 جنيه، معرفش ب15 ولا ايه، بس انا كنت شايفاهم سامعة عنهم ان هم ب20 جنيه التلاتة. غليوا. ممكن في ناس حالتهم على قد حالهم مش يقدروا يجيبوا الفرش، بس شايفة ان المستر شاهين اهم من الفرش. خلاص انا هروح اجيب المستر شاهين، وهجيب بقى فرشة اسنان قديمة عندي، حاجة اي فرشة انا مش محتاجاها، بدل ما اشتري خلاص انا هاخد فرشة الاسنان ديت وهغسل بقى. عندي الحروف بتاعة الخلاط هغسلها، هرش الرشة على الشفشق بتاعي وهغسلها، هرش مثلا الحروف بتاعة الحنفية الصغيرة اللي ايديا مش بتطولها هغسلها، وهلاقي الدنيا لمعت معايا وهلاقي الدنيا جميلة. ركزوا في التنيات البسيطة دي، مش كل يوم بنعمل الحركات الصغيرة دي، مش كل يوم بستعمل مستر شاهين، مش كل يوم بغسل الحنفية كويس بدقة بالفرشة دي، مش كل يوم بغسل الخلاط بالفرشة دي. يعني ان مش كل يوم بنستعمل مستر شاهين والفرشة. يعني الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا جدا، بس عايز ترتيب، عايز نظام، وعايز كل حاجة بهدوء، الدنيا هتمشي بالتمام الكمال. يا رب تنظيفات رمضان تكون عجبتكم. ابدأوا من دلوقتي واعملوا حاجاتكم، مش شرط عشان خاطر رمضان، عشان خاطر نفسيتكم وتكونوا داخلين المطبخ وانتم مرتاحين. هستنى طبعا رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو بنات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم جديد. ولو تكرمتم شيروا الفيديو لكل اصحابكم. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير ومع الف سلامة.